طيب، تتواصل هذه الفقرة التعريفية من داخل مهرجان العلفون. سيتي فريش أحد الأسماء الكبيرة، الركن المميز للعصائر. جينا في هذا الركن نتعرف على صاحبة هذا الركن. عندي بشير محمد علي. هناء بشير محمد علي. ايوه. طيب هناء، مهرجان العلفون كفكرة عامة كيف تنظر لهذه الفكرة؟ هل المهرجان أثبت نجاح كبير؟ هل يعني هنالك نجاح متوسط؟ كيف ترى هذه الفكرة من ناحية عامة؟ فكرة المهرجان فكرة جميلة جدا وناجحة والحمد لله رب العالمين. يعني ماشية كويس وفي إقبال من المواطنين واستفدنا نحن منها، وبننظر لقدام إنه تكون أمكن من كده وتكون في يعني حاجة متطورة، ونتمنى تكون الناس استفادت ونحن استفدنا. طيب هنا نريد أن نتعرف ماذا يقدم هذا الركن من عصائر بالتحديد. نريد أن نتعرف على الشيء الموجود داخل الثلاجة، هل هو صنع منكم أنتم شخصيا أم هنالك إضافات أو شرحي بصورة مبسطة إن شاء الله للعصائر الموجودة داخل الثلاجة. العصائر الموجودة داخل الثلاجة فراولة، حلى كاسات، مشكل، تبلدي، عدديب من صنع ايدي وفواكه طبيعية وبحضرها أنا براي. طيب كيف الحركة التسويقية داخل هذا الركن بالتحديد؟ ممتازة شديد والله. شكرا هنا صاحبة هذا الركن، بالتوفيق إن شاء الله. نمشي ونجي نشرب العصير. جدا. تمام.